كنت فين يا سميرة عشان ترجعي البيت دلوقتي؟ يا سلام، ولك عين تسألني كنت فين؟ صحيح يعملوها ويخيلوا. هم مين يا سميرة؟ اللي ما يتسموش يا حسن. قصدك ايه يا سميرة؟ ما قصديش يا حسن، انا جايه تعبانه من زحمه الاتوبيس وعايزه ادخل استريح يا حسن. لا استني عندك، انا لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. حكايه ايه بقى يا استاذ؟ ساعه وانا مستنيكي في المكتب، ما عديتيش عليا ليه زي كل يوم؟ واشمعنى انا اللي اعدي عليك كل يوم؟ ما تعديش انت عليا ليه؟ انا اللي عدي عليك يا سميرة؟ انا اللي مكتبي في الدور الاول، عايز انا اطلع لك مكتبك في الدور السابع في زحمه نزول الموظفين عشان انزل معاكي تاني؟ وما تطلعليش ليه؟ على رجليك نقش الحنه؟ لا ده كلام جديد يا سميرة، اول مره اسمعه. ومن هنا ورايح مش هتسمع غير الكلام ده يا سي حسن. الله، اسمحي لي اقول لك، الحوار بقى هابط جدا بينا، وانا اسيب لك الشقه وخارج. الشقه من حق الزوجه. نعم، بتقولي ايه؟ ويكون في علمك بقى مش هطبخ الباميه قرداحي. ولا يهمك يا حسن يا اخويا، انا هجوزك ستها. يا عنات مش كده، خليكي محضر خير بين اخوكي ومراته. الله، مش سامع حسن اخويا بيقول ايه يا سعد ودود؟ فيها ايه يعني لما تطبخ الباميه قرداحي؟ كم قسط بيدفعهم يا عين اخته كل شهر؟ تلاجه وغساله وبوتاجاز وتلفزيون. ايه هيعمل ايه؟ يقطع نفسه ولا يعني كان اذنب لما قال لها نوفر تمن اللحمه الشهر ده؟ لا ما اذنبش، بس المسائل دي ناخدها بالهداوه، وكلمه حلوه تفك العقد التقيله. اشحال حاجه صغيره زي دي. صغيره؟ مين بقى اللي قال انها صغيره؟ ايوه صغيره يعني ايه؟ اسمع، يا تقول كلمه حلوه في القعده يا اما ما تتحشرش بيني وبين اخويا حسن. انا بقول الكلام اللي يرضي ضميري، اللي يبني ولا يهدش. يعني انا بقى كلامي اللي بيهد يا عبد ودود؟ ما تتكلم يا حسن، ساكت ليه؟ هقول ايه بس؟ ما تقولش حاجه يا اخويا، من النهارده انا اللي هقول. الخروف كنت اجيبه لها من عند الحاتي مشوي ومتكتف، تاكل وتاني يوم تنكر زي القطط. صدقني يا حسن يا صديقي، مهما عملت لهم مش هيشبعوا ابدا. ما تشرب السحلب اشرب. يا سعفان انا بدفع اقساط 150 جنيه كل شهر، ومرتبي على مرتبها ما وصلش 250 جنيه. اعمل ايه بس اكتر من كده؟ وانا عارفك طول عمرك قليط وما تحبش السلف. لكن قول لي، انت صحيح عايزها تطبخ الباميه قرداحي؟ وعرفت منين؟ يبدو ان الزوج اخر من يعلم. جرى ايه يا حسن؟ انت مش واخد بالك ان المصلحه كلها ملهاش سيره النهارده غير الباميه القرداحي ولا ايه؟ فضحتيني يا سميرة. حد يلم الاجره يا حضرات. حاضر يا اسطى. اللي هيدفع يا حضرات. خد يا استاذ. ايوه، خد 2 واديني الباقي. حاضر. اتفضلي يا هانم، وادي شيلن الاخ اللي ورا. اتفضل. والباقي يا مدام. اتفضل يا اسطى، هم كده تمام. تشكر يا ذوق. ما كملتليش يا فتحية حكاية البامية القرداحي. هو انا لسه ما كملتلكيش؟ لسه. دي الشركة اللي انا بشتغل فيها كلها عرفت، وطول النهار ملهاش سيرة غير سيرة اللي اسمه حسن ده وسميرة مراته والبامية القرداحي. قولي يا اختي، ادينا بنتسلى. قال ايه؟ بيحكم عليها تعمل البامية قرداحي. يا ساتر يا رب، ده ايه البخل ده؟ ده انا عمري ما سمعت عن بخل بالشكل ده ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا استاذ، مالك مزمزق ليه؟ ما نتكلمش يعني؟ ننزل ونسيب لك العربية؟ لا يا ستي، ما اقصدش. امال تقصد ايه؟ اقصد ان حرام عليكم يعني تظلموا الراجل. راجل مين؟ حسن، الاستاذ حسن جوز سميرة بتاعت البامية القرداحي. وانت مالك انت تنحشر ليه في اللي مالكش فيه؟ انت كنت تعرفه؟ عجايب. لاني انا يا ستي. انت ايه؟ انا نازل هنا يا اسطى. بقى كده يا سميرة. هو كده يا حسن. ما تركبيش دماغك يا سميرة. يا سلام، هتعمل ايه يعني يا سي حسن؟ اللهم اخزيك يا شيطان. ولا تقدر تعمل اي حاجة، اللي في بطني ده بيقول الشقة من حق الزوجة. كده بقى انا فهمت دلوقتي. فكرية خدتك النهاردة ورحتوا فين؟ حصلت يا سميرة تستشيري محامي كمان. وش عرفك اننا كنا عند محامي؟ لان الكلام ده كلام محامي. ايوه كلام محامي يا سي حسن. عايز حاجة بقى تاني؟ وقال مادام الزوجة حاضنة او حامل تبقى الشقة من حقها. انت بتهدديني يا سميرة؟ لا، بس ان كنت ناسي بفكرك. اسمعي يا سميرة،
انا ما اتهدتش، والاخر مره بحذرك ابعدي عن اللي بتملى دماغك بالنمل الابيض ده والناس اللي ما يهمهاش الا خراب البيوت العمرانه. اختك عنايات هي اللي عايزه تخرب علينا يا استاذ. قرشه ملحتي من يوم ما عرفت اننا بنحب بعض وانك عاوز تتجوزني. يا سلام، افتكرت دلوقتي اننا بنحب بعض. يا ريت تفتكري على طول، ما كانش جرى اللي جرى ده. انا لو اطول نجوم السما كنت قطفتها لك وقدمتها لك في صحبة ورد. من يوم ما شفتك في المصلحة وقلت هي دي اللي هتشاركني حياتي على الحلوة والمرة. ده انا بعمل المستحيل عشان اساعدك وهنيكي واعمل بيت تبقى انت ست وانا سيده. وقلت لك يا سميرة هنتعب شوية في الاول لحد ما نسدد الاقساط اللي علينا وبعد كده هنرتاح. لكن للأسف ايه بقى؟ ما قدرتيش تحتملي واحنا لسه في بداية المشوار. اختك هي السبب. ما تعمليش اخت حجتك، وما تنسيش ان اخوها الوحيد ويهمها تشوفني سعيد في حياتي. وانت يعني مش سعيد معايا؟ كنت سعيد جدا لحد ما جت حكاية البامية الأرديحي. بقى حد يعمل كده يا سميرة؟ تفضحيني في المصلحة كلها وبره المصلحة كمان وتخلي سيرتنا على كل لسان. نسيت اللي اتفقنا عليه، سر البيت عموده، ومشاكلنا ما تخرجش بره باب الشقة ولا ناخدهاش معانا الشغل. مش ده اللي اتفقنا عليه يا سميرة؟ ولا كلام ايام الخطوبة مدهون بزبدة يطلع عليه الجواز يسيح؟ انا ما قلتش غير لفكرية بس. وفكرية ما قالتش غير لفتحية بس، وفتحية ما قالتش غير لشكرية بس، وشكرية ما قالتش غير لسواق الميكروباص بس، وسواق الميكروباص ما قالش غير الركاب بس، والركاب ما قالوش غير لجيرانهم بس، وجيرانهم ما قالوش. بس كفاية